السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله عن جميع مستلزمات عنابر الدواجن. بفضل الله يوجد جميع مستلزمات عنابر الدواجن ويوجد شحن لجميع المحافظات. موجود حضراتكم مجموعة الرطوبة المتكاملة وبسعر مناسب جدا. موتور الفلتر حضراتكم اللي بنستخدمه لضخ المية للرشاشات صناعة تايواني عن تجربة حاجة ممتازة جدا. الموتور حضراتكم بالادابتور. موجود كمان جميع وصلات مجموعة الرطوبة، موجود المشترك التي اللي بنوصل بيه الخراطيم والرشاشات. موجود كمان حضراتكم الكوع اللي بيكون في نهاية الخط. موجود كمان حضراتكم المحبس الخاص بالخراطيم. موجود كمان حضراتكم الرشاش اللي استلس فتحه 2 ميكرو شغال حضراتكم بخار ضباب عن تجربه حاجه ممتازه جدا، مش بيغرق الدنيا ميه نهائي. رشاش استلس فتحه 2 ميكرو. موجود كمان حضراتكم جميع مقاسات الفنات اللي بنستخدمها تربيه في البطاريات لتقليب الهواء اللي يمنع معانا تفاوت درجات الحراره اللي بيحصل ما بين الادوار. موجود حضراتكم جميع المقاسات من اول مقاس ال 12 في 12، مقاس 15 في 17، واكبر مقاس ال 20 في 20. موجود كمان حضراتكم خراطيم الفلتر اللي بنوصل بيها مجموعه الرطوبه المتكامله. موجود كمان حضراتكم علافات السمان البيور اللي بنستخدمها في فتره التحضير عن تجربه ممتازه جدا، منعت معانا حضراتكم تهدير العلف اللي كان بيحصل من طبق التحضير. بنستخدم علافه السمان في الاسبوع الاول من عمر الدوره، اليوم الاول لليوم السابع، عن تجربه حاجه ممتازه جدا. موجود كمان حضراتكم ادراج السبله الخاصه بالبطاريات، اكبر مقاس درج سبله متر في متر، ودرج السبله ال 95 في 57 اللي الناس بتقول عليه متر في 60، لكن هو مقاسه بالظبط 95 في 57. موجود كمان حضراتكم الدفايات الغاز الاشعال ذاتي الاوتوماتيك الموفره. التحديث الجديد طبعا حضراتكم التحديث القديم كان في حاله انقطاع الكهرباء الدفايه مش بتشتغل. التحديث الجديد حضراتكم لو في حاله انقطاع الكهرباء مفيش مشكله، الدفايه بتشتغل معانا. حضراتكم اللي موجود هنا حجاره، بنقلب المفتاح على طول على الوضع المباشر، بنلاقي حضراتكم ان الاشعال الذاتي يشتغل معانا على طول. في حاله وجود الكهرباء بنخلي المفتاح على الاوتو اللي هو يشتغل على الترموستات ويفصل. يعني حضراتكم في حاله انقطاع الكهرباء بنشغل الدفايه مباشر هتشتغل معانا مفيش اي مشكله. ده حضراتكم التحديث الجديد، وان شاء الله هعمل لحضراتكم فيديو مفصل عن طريقه تشغيل الدفايه التحديث الجديد باذن الله. موجود كمان بفضل الله تصنيع جميع لوحات التحكم للغرف المنزليه وعنابر الدواجن، كهرباء 220 وكهرباء 3 فاز. بفضل الله معانا حضراتكم فني دارس كويس جدا بالنسبه للباور كنترول، وفاهم كويس جدا في تصنيع لوحات التحكم. لوحات التحكم حضراتكم بتتصنع حسب رغبه العميل وحسب الاحمال اللي هتشتغل على لوحه التحكم. معانا حضراتكم لوحه تحكم على ترموستات فوكس 2 مرحله لتشغيل شفاط وخلايا تبريد، وراكب تايمر للتهويه بيشتغل على نفس الشفاط. يعني حضراتكم الشفاط بياخد امرين، امر من الترموستات في حاله ارتفاع درجات الحراره، والامر الثاني من التايمر للتهويه. موجود هنا كمان حضراتكم لوحه تحكم 4 مرحله على ترموستات فوكس كوري 4 مرحله. دايما حضراتكم بنصح باستخدام الترموستات تكون كوري، لان طبعا الترموستات هي المحور الرئيسي لتشغيل لوحه التحكم. الترموستات الفوكس عن تجربه حاجه ممتازه جدا. كمان حضراتكم الحساس الخاص بالترموستات الفوكس الاربع مرحله يعني دقيق جدا في قرايه درجات الحراره. هنا حضراتكم لوحه تحكم 4 مرحله لتشغيل دفايه، شفاط 1، شفاط 2، خلايا تبريد، وتايمر شغال على شفاط رقم 1 للتهويه. طبعا حضراتكم لوحات التحكم بتتحدد عدد المراحل من الترموستات، مش من الشفاطات او عدد المفاتيح او عدد الكوندكتورات. يعني هنا الترموستات 4 مرحله يبقى اللوحه 4 مرحله، ما ينفعش اللوحه معاها تايمر يبقى كده اقول ان اللوحه 5 مرحله او 6 مرحله، لا. اللوحه بتحدد عدد المراحل اللي هي عدد التشغيل وعدد الفصل من الترموستات. موجود كمان حضراتكم لوحه تحكم ترموستات فوكس كوري 4 مرحله لتشغيل دفايه وشفاط 1 وخلايا التبريد وانذار لارتفاع درجات الحراره، وتايمر شغال على شفاط 1. طبعا حضراتكم التكلفه بتختلف من لوحه للثانيه. يعني هنا حضراتكم الترموستات شغال معانا شفاط 1، شفاط 2، وخلايا التبريد والدفايه. هنا حضراتكم الترموستات نشغل معانا دفايه، شفاط 1، شفاط 2، خلايا التبريد، وانذار لارتفاع درجات الحراره. هنا حضراتكم سعر اللوحه دي بيكون طبعا منخفض عن اللوحه دي، لان طبعا اللوحه دي بتكون 3 كوندكتور عشان خاطر الانذار مش بيركب له كوندكتور. هنا حضراتكم بيكون 4 كوندكتور، فهنا السعر بيكون مختلف. طبعا ينفع نعدل في لوحات التحكم زي ما احنا عايزين، ممكن نضيف تايمر تاني للفنات، تايمر تاني لخلايا التبريد، ممكن حضرتك تضيف اوفرلود، كل اللي حضرتك عايزه. يعني لوحه التحكم بتتحسب بالتكلفه اللي حضرتك طالبها، مفيش لوحه ثابته او سعرها ثابت تنفع لجميع الاماكن. كمان حضرتك ينفع نصنع لوحه انها تشغل هيتر 4 كيلو او 6 كيلو، او تشغل حضرتك دفايات بمقدار 10 كيلو. موجود حضراتكم كل حاجه باذن الله للتصنيع. كمان حضراتكم موجود جميع قطع الغيار بالنسبه لوحات التحكم، بالنسبه للتايمر، الترموستات، لمبات البان او لمبات الاشاره سعرها 15 جنيه، المفتاح السلكتور القلاب سعره 50 جنيه، لمبات الفولت، كل حاجه موجوده ان شاء الله قطع الغيار. طبعا حضراتكم يوجد صيانه ومتابعه ما بعد البيع، لو في حاجه حصلت في اللوحه تقدر حضرتك تتواصل معايا على طول، نحل المشكله في اسرع وقت باذن الله.
موجود كمان حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي والشفاطات الالماني الاصلي، وعملت لحضراتكم فيديو مفصل قبل كده ازاي نعرف الشفاط الالماني الاصلي. يوجد بفضل الله جميع مقاسات الشفاطات الالماني الاصلي وبسعر مناسب جدا. موجود كمان حضراتكم الكتالوج الخاص كمان بالشفاطات الالماني بكل مقاس كام واط وبيسحب كام متر مكعب. هنا حضراتكم طبعا الشفاط ال 80 في 80 2200 واط بيسحب 18000 1400 لفه، كهرباء 220، وموجود كمان كهرباء 3 فاز اللي هي 380. ده حضراتكم 80 في 80. ال 70 في 70 740 واط بيسحب 8700 متر مكعب 1400 لفه 220 برضه، موجود منه 380. موجود حضراتكم الكتالوج الخاص بكل مقاس وعليه الختم المؤسسه بفضل الله، والشفاط حضراتكم بيطلع عليه ضمان سنه من المؤسسه، الشفاط الالماني الاصلي. ويوجد كمان حضراتكم جميع مقاسات الشفاطات الاتحاد الاوروبي. موجود كمان حضراتكم الارضيات المصري بديل الايطالي الخاص بيه الارضيات البيور المتر 4 قطعه، وموجود كمان حضراتكم العلافات الصاج ال 2 متر المحمله المجلفنه اللي بنستخدمها للبطاريات. وطبعا حضراتكم موجود كمان الوش البطاريه ال 2 متر ارتفاع 40 سم 2 باب محمل ومجلفن والكتروستاتيك ضد الصدى. وهنا طبعا كمان موجود حضراتكم تايمر ثواني متصنع ان هو يشتغل على خلايا التبريد او شفاط او برنامج اظلام او فانات. هنا طبعا التايمر بيكون متصنع زي ما واضح قدام حضراتكم جاهز على طول على الشغل، موجود كوندكتور ومفتاح قاطع، وزي ما واضح قدام حضراتكم طريقه التقفيل بتكون ممتازه جدا. ان شاء الله برضه هعمل لحضراتكم فيديو مفصل عن التايمر. موجود الغاطس ال 100 واط والغاطس ال 90 واط، وطبعا جميع مقاسات الفانات. موجود كمان حضراتكم العلافه المتر البلاستيك الخاص بالبطاريات، وهنا طبعا علافات متر الخاص بالبطاريات. طبعا هنا حضراتكم مفروش بطاريات والكراتين دي خارجه شحن باذن الله. موجود كمان حضراتكم جميع مقاسات خلايا التبريد سمك 10 سم وسمك 15 سم ورق الوادي. دايما بنصح بورقه الوادي لان قوه التبريد بتاعته عاليه جدا، كمان عمر افتراضي طويل جدا. طبعا في اختلاف في الاسعار دلوقتي ان سعر الوادي سعره ارتفع شركه الوادي، لكن برضو زي ما بنقول ثمنه فيه عن تجربه حاجه ممتازه جدا. موجود كمان حضراتكم زي ما وضحت جميع قطع الغيار بالنسبه لحاله التحكم. هنا ترموستات الفوكس الاربع مرحله، وهنا طبعا التايمر، هنا حضراتكم الكوندكتور الصيني، وهنا الكوندكتور الفيتنامي، وهنا طبعا حضراتكم الغاطس ال 200 واط، وموجود كمان حضراتكم الكوندكتور الداكو وكمان الكوندكتور الهونداي. كل حاجه موجوده وكل حاجه بسعرها ان شاء الله. هنا الغاطس ال 200 واط، وموجود كمان حضراتكم الغاطس النص حصان ملف نحاس عن تجربه برضو حاجه ممتازه جدا. هنا طبعا جميع مقاسات الفانات، وهنا حضراتكم الدفايه الكهرباء الاربعه شمعه اللي بنستخدمها للغرف المنزليه عن تجربه برضو حاجه ممتازه جدا. وهنا الشفاط ال 60 في 60 المصري. موجود كمان حضراتكم الشبك البيور شبك التحطين والشبك الواسع. الشبك الواسع اللي بنستخدمه بنلف بيه البطاريات وبيكون ثابت تحت رجل الفراخ، وشبك التحضين اللي بنستخدمه في الاسبوع الاول من عمر الدوره اللي هو من اليوم الاول لليوم السابع. موجود كمان حضراتكم جميع مقاسات السقات والعلافات تربيه ارضي وتربيه في البطاريات. موجود كمان حضراتكم القاب الخاص بخطوط النبل، الوصلات، الكوع، المربع في مربع، الطبق، كل الوصلات موجوده. ويوجد حضراتكم خطوط النبل الجاهزه، المتر بيكون فيه 4 قاب و4 نبل، موجود ماسوره من اول متر لحد 4 متر. موجود كمان حضراتكم نبل وقاب ومواسير لو حابب حضرتك تجمع زي ما حضرتك عايز بالنسبه لخطوط النبل. موجود كمان حضراتكم مفتاح السرعات اللي بنستخدمه للشفاط عن تجربه حاجه ممتازه جدا، مش بيضر الشفاط في حاجه خالص، بستخدمه حضراتكم بقالي 4 سنين، والمفتاح حضراتكم عليه ضمان مدى الحياه ضد عيوب الصناعه او ضد سوء الاستخدام. يعني المفتاح لو خدته حضرتك وكسرته مفيش مشكله، تقدر ترجعه او تستبدله زي ما حضرتك عايز. موجود كمان حضراتكم ترمومترات، الترمومتر العادي الحراره والرطوبه، وهنا التايمر ال 24 ساعه اللي ممكن نستخدمه في برنامج اظلام، ممكن نستخدمه للفانات، وهنا طبعا الترمومتر الديجيتال برضو حراره ورطوبه. كده حضراتكم بالنسبه لجميع المستلزمات اللي موجوده في المؤسسه. ان شاء الله باذن الله هعمل كل حاجه فيديو مخصص باذن الله بالنسبه للوحات، بالنسبه كمان للشفاطات، بالنسبه كمان للتايمر هوضح لحضراتكم، وبالنسبه كمان للدفايات الاشعال ذاتي الاوتوماتيك الجديده. زي ما وضحت لحضراتكم يوجد جميع المستلزمات ومجموعه الرطوبه بسعر مناسب جدا. يوجد شحن حضراتكم لجميع المحافظات، وعنوان المحل في عزبه الهجانه مدينه نصر القاهره، ومن على اللوكيشن بتبحث عن مؤسسه ابو مالك من اي مكان هتظهر لحضرتك على طول ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.